السلام عليكم. البداية لم تكن غامضة بل كانت صادمة. في أواخر شهر ماي من 2024 تلقت قاعة المواصلات بالدرك الملكي بطنجة بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة جزناية. البلاغ يفيد بالعثور على حقيبة سفر كبيرة تنبعث منها رائحة تفحم قوية. عند وصول فرق المسح التقني والعلمي وفتح الحقيبة تأكدت الفرضية الأسوأ: جثة أنثى مقطعة إلى أطراف منفصلة ومحروقة بالكامل بمادة قابلة للاشتعال. القاتل لم يرتكب جريمة قتل فقط، بل قام بعملية تفكيك متعمدة للجثة لتسهيل وضعها في الحقيبة، ثم أحرقها لإخفاء البصمات ومعالم الوجه. نحن أمام مجرم تقني يعرف تماما كيف يضلل العدالة. المهمة الأولى للمحققين كانت من هي الضحية، أو التعرف على من هي الضحية. بسبب تفحم الجثة كان من المستحيل التعرف على الملامح. تم نقل الأشلاء إلى مستشفى الدوق ذو طوفار للتشريح الطبي في المختبر. تم رفع عينات من الحمض النووي. بالتوازي مع ذلك قامت مصالح الأمن بمطابقة البلاغات الخاصة بالمختفين في طنجة ونواحيها. الخيط الأول جاء من مدينة مكناس، حيث أبلغت عائلة عن اختفاء ابنتهم المسماة نوال، التي تعمل في تسيير مقهى بطنجة. بعد مطابقة الحمض النووي لعائلتها مع الأشلاء الموجودة في الحقيبة، جاءت النتيجة مؤكدة بنسبة 100%: الضحية هي نوال. بمجرد تحديد هوية الضحية انتقل التحقيق إلى المرحلة الثانية: من كان معها في ساعاتها الأخيرة. الشرطة القضائية استصدرت إذنا قضائيا لمراجعة سجل المكالمات الهاتفية الخاصة بالضحية. تم حصر آخر رقم تواصل معها بشكل مكثف، وتبين أنه يعود لشاب كان على علاقة بها. الشرطة لم تعتمد على الشك، بل استعانت بتقنية تحديد المواقع GPS. رصدت الأبراج الهاتفية أن هاتف المشتبه به كان موجودا في نفس المنطقة التي عثر فيها على الجثة، جزناية، في وقت متأخر من الليل، ثم انتقل بعدها مباشرة إلى حي ملبطة. كانت هذه الأدلة التقنية الدامغة التي جعلت منه المتهم الأول. المداهمة والسقوط في مدينة الناظور. عند مداهمة شقة المشتبه به في طنجة كان قد اختفى. تم تعميم مذكرة بحث وطنية في جميع الموانئ والمطارات ونقاط الحدود، ومن خلال تتبع نشاط هاتفه المحمول أو شريحة هاتفه المحمول رصدت الأجهزة الأمنية تحركه بسرعة نحو المنطقة الشرقية للمملكة، وبالضبط مدينة الناظور. الهدف كان واضحا: الجاني كان يخطط للتسلل إلى مدينة سبتة المحتلة عبر معابر التهريب للهروب من المتابعة القضائية. لكن التنسيق الأمني بين درك طنجة وأمن الناظور كان أسرع. تم نصب كمين محكم له عند أحد النقاط التي كان يختبئ فيها قبل محاولة العبور. تم اعتقاله وبحوزته بعض متعلقات الضحية ليواجه الحقيقة التي حاول حرقها. أثناء التحقيق التفصيلي بمقر الدرك الملكي واجه المحققون الجاني بالأدلة التقنية وسجلات الهاتف وصور كاميرات المراقبة التي رصدت سيارته وهي تتجه لمنطقة زنايا ليلة الجريمة. الجاني انهار واعترف: قتلها خنقا، أولا داخل الشقة إثر خلاف مادي وعاطفي، ثم وبدم بارد حمل جثتها إلى الحمام. استخدم سكينا كبيرا ومنشرا لتقطيع أطرافها ليسهل حشرها في الحقيبة. نقلها في صندوق سيارته، سكب عليها البنزين وأشعل النار ظنا منه أن الرماد لا يتكلم. الجاني الآن رهن الاعتقال بسجن طنجة 2، يواجه تهما ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والتمثيل بجثة وإخفاء معالم جريمة. هي جريمة هزت الرأي العام، لكن سرعة التدخل التقني والأمني وضعت حدا لهروب جزار طنجة.
تكييف التهم في هذه الجريمة يخضع لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، وبالنظر إلى المعطيات المتوفرة: القتل، التقطيع، الحرق والتمثيل بالجثة، فإن النيابة العامة غالبا ما ستتوجه نحو أقصى العقوبات نظرا لاجتماع عناصر التشديد. التكييف القانوني للتهم: جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والفصلان 392 و 393، بما أن الجاني قام بتهيئة الأدوات، وهي المنشار، المادة الحارقة والحقيبة، أو استغرق وقتا في التفكير قبل التنفيذ، فإن صفة العمد تقترن بسبق الإصرار. العقوبة: ينص الفصل 393 على أن القتل العمد مع سبق الإصرار يعاقب عليه بالإعدام. ثانيا، جناية التمثيل بجثة والتنكيل بها، الفصل 271. ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة لكل من لوث جثة أو مثل بها. تقطيع الجثة إلى أجزاء يعد ظرفا مشددا يظهر وحشية الجاني وغياب الإنسانية. العقوبة: الحبس من 2 إلى 5 سنوات، لكنها تدمج ضمن العقوبة الأشد في حالة القتل العمد. ثالثا، جناية إضرام النار عمدا في شيء غير مملوك للجاني، الفصل 580 وما يليه. استخدام النار لإحياء الجثة أو إخفاء معالم الجريمة يعتبر جناية إضرام نار عمدية. العقوبة: إذا أدت النار إلى إحداث ضرر جسيم أو كان القصد منها إخفاء جريمة أخرى، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد. رابعا، إهانة الضابط القضائية وإخفاء معالم الجريمة من خلال نقل الجثة من مكان الجريمة، الشقة، إلى منطقة خلاء، وتضليل البحث التمهيدي. الأحكام المتوقعة وفقا لظروف النازلة: في القانون المغربي لا يتم جمع العقوبات، أي لا تجمع سنوات السجن لكل تهمة على حدة، بل تطبق العقوبة الأشد: امتصاص العقوبات. السيناريو الأول: الإعدام. إذا ثبت للمحكمة أن القاتل خطط للجريمة مسبقا، سبق الإصرار، أو كمن للضحية الترصد، فإن الحكم الابتدائي المتوقع هو الإعدام. ورغم أن المغرب يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام عمليا منذ سنة 1993، إلا أن القضاء لا يزال ينطق بها في الجرائم التي تهز الرأي العام لبشاعتها. السيناريو الثاني وهو المؤبد: في حال عدم ثبوت سبق الإصرار واعتبار الجريمة نتيجة انفعال لحظي، رغم صعوبة ذلك مع وجود تقطيع وحرق، فإن العقوبة لن تقل عن السجن المؤبد نظرا للبشاعة والتمثيل بالجثة. ثالثا، ظروف التشديد التي تمنع التخفيف. وفقا للممارسة القضائية المغربية في جرائم التقطيع والحرق، يصعب على الدفاع استخلاص ظروف التخفيف للمتهم بسبب الإصرار الإجرامي، فعملية التقطيع تستغرق وقتا طويلا ومجهودا بدنيا، مما ينفي عنصر الندم الفوري ويؤكد الرغبة في طمس معالم الجريمة. التمويه: هروب الجاني نحو الناظور ومحاولة مغادرة التراب الوطني يثبت وعيه الكامل بجريمته ومحاولة الإفلات من العقاب. خلاصة قانونية: الجاني يواجه فصول الموت في القانون الجنائي المغربي. التهمة الرئيسية هي القتل العمد مع سبق الإصرار، والعقوبة القانونية الصريحة المتوقعة لربما تكون هي الإعدام. وبطبيعة الحال صديقي، فإن الجريمة لا تفيد. تم قص ورواية هذه القصة حتى تكون عبرة لمن قد يعتبر. حفظنا الله وإياكم من كل سوء، ونلتقي في حلقة قادمة بحول الله وقوته.